البطولة الوطنية الدورة 13 الرجاء الرياضي في مواجهة اتحاد طنجة. التشكيلة المتوقعة للفريق الأخضر، خليكم معنا. البطولة الوطنية الدورة 13 من الدوري الاحترافي. فريق الرجاء الرياضي كيستقبل فريق اتحاد طنجة. فريق الرجاء الرياضي من بعد التعادل المخيب للآمال أمام نهضة بركان. فريق الرجاء الرياضي حاليا في الرتبة الثانية ب24 نقطة من 6 الانتصارات و6 تعادلات. هجوم ديال الرجاء الرياضي كيسجل 17 هدف وكتستقبل الشباك ديال انس الزنيتي 9 الاهداف. اما في الجهه الاخرى فريق اتحاد طنجة لاعبين بدون تداريب دايرين اضراب على التداريب ما كيتدربوش، ولكن حذاري ثم حذاري ثم حذاري، حيت في البطوله الوطنيه بحال اللي كيدرب بحال اللي ما كيدربش، يعني ما كانش فرق كبير. فريق اتحاد طنجة هو الاخر الى حدود الدوره 12 في الرتبه العاشره برصيد 10 نقاط. لعبوا 12 ماتش، خسروا 4 الماتشات، تعادلوا في 7 الماتشات وفوز وحيد. الهجوم ديال اتحاد طنجة كيسجل 10 الأهداف، أما الدفاع ديالهم الشبكة ديالهم كتستقبل 16 هدف، يعني دفاع مخلخل، دفاع ضعيف وضعيف جدا. وكنتمنى هجوم الرجاء يستغل هذا الضعف هذا ديال الدفاع ديال اتحاد طنجة ويسجلوا 3-4-2، المهم انتصار رجاوي ان شاء الله. اما بخصوص التشكيل المتوقع، فراه كنتوقع في الحراسة انس الزنيتي، الدفاع كيف العادة مقدم مع خفيفي، الأظهرة بالعمري ممكن يلعب بسبول، ممكن يلعب بزريدة في ذاك المركز. وسط الميدان مبارك، كامارا، بوغرين. الجبهة الأمامية يسري بوزوق، نوفل الزرهوني، مهدي موهو. علاش ما اختاريتش ادم نفاتي وما اختاريتش محمد بولكسود؟ حيت هاد اللاعبين هادو مهمين بزاف في التشكيله ديال الرجاء، وعندهم 3 الصفرات. الا لعبوا هاد الماتش وتحصلوا على بطاقه صفراء فراه ما غيلعبوش الديربي. آه وكلنا عارفين ان التحكيم يعني شي حاجه بزاف. كون متاكد انك الا دخلتيهم النفاتي وبولكسوت غياخدوا الصفرة، غياخدوها سوا داروا علاش سوا ما داروش، المهم غياخدوها. الخلاصة كنتمنى الفوز بفريق الرجاء الرياضي ونشدوا الصدارة ان شاء الله. وفي الكرة كنتمنى الهزيمة الجيش الملكي، وهزيمة نهضة بركان، وهزيمة الوداد الرياضي، باش الفرقة ديالي تبقى في الصدارة ان شاء الله. تبارك الله عليكم، ديما ديما رجاء.